النيابة العامة. النيابة العامة لأنها بتفيد قاعدة البيانات، بتمد قاعدة البيانات بمن هو يدخل، بمن هو صادر ضده أحكام. وأنا أعتقد أن هذا الأمر يعني مهم، لأن القانون صدر أو يعني أتى بمسألة مهمة وهي متعلقة بما صدر ضده أحكام حتى لو رد إليه الاعتبار. طبعا قاعدة البيانات بتتوقف مباشرة مجرد الإعلان عن موعد الانتخاب، ويصبح وظيفتها وظيفة واحدة. يعني الحديث او من يتحدث عن ان القائمين على قاعدة البيانات عملهم بينتهي يوم فتح باب الترشيح، هذا امر خطأ. لا، عملهم بيستمر في النقطة دي، بيتوقف، لكن بيستمر في امر اخر وهو تنظيم مسألة لجان الاقتراع. كل لجنة فيها قد ايه، واماكن اللجان، اماكن اللجان. واللجان هنا طبعا كلمه مجازيه، لان انا بعني بيها هنا المراكز الانتخابيه والمقرات، لان اللجنه هنا من ناحيه الاصطلاحيه المفاهيميه الحقيقيه الانتخابيه، اللجنه هي الصندوق. فانا المقصود بها اللجنه هنا مقصود بها مكان، مش مقصود بها اللجنه بالمعنى اللي هي الصندوق. طبعا يسر الشارع القانوني من تصويت المصريين في الخارج عندما قبل ذلك، ويسر من تصويت الوافدين عندما وضع الامكانيه ان اي وافد يستطيع ان يبلغ قبل ذلك بايام، قبل الاقتراع بايام، على مكانه عشان يصوت فيه. وده امر مهم، لكن كان المثلب الاساسي في انه جعل هذا الابلاغ عن طريق اقسام الشرطه. يعني كان يجب ان يكون هناك وسيله اعتقد الكترونيه افضل واريح واكثر ثقه واكثر يعني مقبوليه من الناحيه النفسيه لاي شخص انه يدخل بدل ما يذهب الى قسم شرطه. فيكون مساله، حتى لو اطلع على حضراتكم، مساله التصويت المصريين في الخارج. ايضا لم يعد هناك تسجيل للمصريين في الخارج حتى يطلبوا اصواتهم. لا، هذه الوسيله الغيت تماما. اصبح لكل مصري موجود في الخارج يحمل بطاقه رقم قومي او جواز سفر ببطاقه رقم قومي، اصبح لديه المكنه انه يدلي بصوته، لكن عليه ان يذهب. لا فيش تصويت بريدي، عليه ان يذهب الى دي مشكله ثانيه، لكن على الاقل ادت الى سوف تؤدي الى اتساع رقعه المشاركين في العمليه الانتخابيه من المصريين في الخارج، وكانت اخرها 681,346 شخص. الامر حتى لا اطيل على حضراتكم، انا بحاول بقدر الامكان اقفز كده بشكل سريع قوي الامور الخاصه بالدعايه الانتخابيه ورفعها الى 20 مليون وعدم التجاوز في هذا الرقم، والمسائل المرتبطه بمن هو يقوم بمد امداد المرشح او من اين ياتي المرشح بمثل هذه الاموال، ومنع الجهات الاجنبيه، ومنع حتى الاشخاص الاعتباريه حتى لو كانت مصريه باستثناء الاحزاب السياسيه من دعم المرشحين. الامور الخاصه بوجود جهه انفاق او جهه رقابه على هذه الاموال وهذا الانفاق، ولكنه اجل مسألة المحاسبة إلى ما بعد إعلان النتيجة، وهذا أيضا مثلا غير مفهوم، بمعنى أنه ماذا لو كان صاحب المتجاوز في الدعاية الانتخابية هو الشخص الفائز في العملية الانتخابية، كيف تتم محاسبته في هذا الإطار. المادة 36 والتي تتحدث عن من قانون انتخابات الرئاسة، والتي تتحدث عن أنه 5% على الأقل إذا كان مرشح واحد هو الذي تبقى في السباق الانتخابي يجب ان يحوز على 5% من المقيد اسمائهم. هنا في مشاكل، يعني 5%، يعني البعض قد يرى هذا وقد يرى عكس ذلك، ان هذا الرقم محدود للغايه، وان هذا الرقم مبالغ او ان هذا الرقم مبالغ فيه، مناطق العمليه بتتم بشكل حر. مساله الضمانات ومساله الرقابه، خاصة مسألة الرقابة الغير رسمية. نحن نعرف الرقابة الرسمية متعلقة بالإشراف القضائي على العملية الانتخابية، والسير بمعادلة قاضي على كل صندوق أثناء الاقتراع، ومن قبل ذلك رقابة لجنة انتخابات الرئاسة على العملية منذ قاعدة البيانات وحتى إعلان النتائج. لكن المشكلة المهمة في هذا الإطار وهي رقابة المؤسسات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، وكم الاشتراطات الغريب الذي يوضع كل مرة حول طبيعة مثل هذه المنظمات و
الأوقات التي تسجل فيها في لجنة انتخابات الرئاسة. ليس هذا فقط، ولكن أهم من الناحية الموضوعية كيفية أدائها لعملها، وهو ما يسميه القانون دائما بمسألة المتابعة. يعني لم يتحدث عن رقابة على العملية الانتخابية، بل يتحدث عن متابعة. أمور كثيرة في القانون، لكن أنا حتى بالرغم من المثالب الكبيرة في هذا القانون أو ما أعتبره أنا شخصيا مثالب، لكن تأتي مسألة التفعيل مثل هذه المواد أمر مهم للغاية. تفعيل مثل هذه المواد، تفعيل مثل هذه العقوبات، تفعيل مسألة النزاهة والشفافية، بمعنى كيف تكون الدولة تحديدا وليس المواطن وليس الناخب اللي هو في هذا القانون او في هذه الانتخابات اجد ان هو الطرف تقريبا الاضعف اللي هو الناخب. لكن الدولة هي الطرف الاقوى. كيف تقف الدولة على مسافة واحدة بين كافة المرشحين. وهنا اجد نفسي ان انا يعني بعض الشيء متخوف من مسألة هذا الامر، على اعتبار ان الشواهد حتى الان بتشي بغير ذلك، ما ادى الى انسحاب البعض او تعليق البعض مشاركته، او البعض بينتظر حتى الان، او بيهدد او متخوف في مشاكل كثيرة في هذا الاطار. الامور والشواهد كثير، يعني الشواهد كثيرة فيما يتعلق بعدم وقوف الدولة على مسافة واحدة بين كافة المرشحين. الامور الخاصة خاصة، وهنا أشير تحديدا إلى البيان الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ حوالي شهر ونصف تقريبا. أشير إلى مسألة العلاج بالإيدز، علاج الإيدز أو علاج الكبد الوبائي. أشير إلى مسألة المليون وحدة سكنية. أمور كثيرة، يعني أمور كثيرة بتجعل هناك شكوك لدى البعض، قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة، لكن هناك ثمة مشكلات رئيسة في هذا الإطار. يجب على الدولة أو يجب على صانع القرار أن يعلن بشكل واضح على أن الدولة تقف بشكل على مسافة واحدة بين كافة المرشحين. أكتفي بهذا القدر. و في نقطتين رئيسيتين. النقطة الأولانية تتعلق بتحصيل قرارات اللجنة. ما تم إبداء الأمر وضع المحكمة الدستورية العليا في موضع حرج إذا ما طعن على أحد الإجراءات أو القرارات أمام محكمة القضاء الإداري، ثم طعن أمامها عبر طريق دفع الطعن بعدم الدستورية، القرار الصادر من الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا وضعها في حرج بالغ إذا ما طرح أمر عدم الدستورية مجددا من خلال الطعن على أحد قرارات اللجنة أمام القضاء الإداري ثم بطريقة دفع الفرعي. النقطة الثانية المتعلقة بأيضا مجافاة مبدأ أو انتهاك مبدأ المساواة عن طريق وضع شرط المؤهل العالي ضمن الشروط المطلوبة للترشح لموقع رئيس الجمهورية. أعتقد أن هذا أمر يمس هذا المبدأ الركيك الذي تقوم عليه الجزائر المعاصرة. النقطة الثانية أيضا فيما يتعلق ببعض الأمور الهامة التي وردت بالقانون، وهو المتصل بشروط الدعاية الانتخابية. بمعنى أنه من الأهمية في مكان أن تقوم سلطات الدولة ليس فقط بالإعلان عن الحيدة، وأن تكون النزاهة مجسدة في عمليات الرقابة وفي أداء الموظفين العموميين والقضاة الذين سوف يشرفون على العمليات الانتخابية، وإنما أيضا المسافة الواحدة بين المرشحين المتنافسين، لأن هناك انتقادات داخلية سياسية وإقليمية ودولية تجاه مسائل تمس قضية حيدة الدولة وتحديدا المؤسسة العسكرية. لكن من المادة 19 دي من الأولويات التي يتعين على سلطات الدولة على اختلافها أن تعمل هذه المعايير، وأن تفرض اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية رقابتها الصارمة على أداء الخاص بالمرشحين أو أداء أجهزة الإعلام، هو ما ورد في المادة 19 و20 و21 من
مجموعة من المحظورات يتعين تحديدا في المادة 19 على كافة المتنافسين في المعركة الانتخابية الالتزام بها. أعطي الكلمة للأستاذ كبير اللواء الدكتور رفعت أبو مصطفى يحدثنا عن رجل خبرة كبيرة في هذا المجال. جميعا وبسعد ونلتقي بمعظم الحلول المألوفة اللي بنلتقي فيها بين الحين والآخر، وربنا دايما يجمعنا على خير بإذن الله. وبشكر الأستاذ الدكتور نبيل عبد الفتاح على عقده القيم، بالإضافة إلى جانب الرسالة النبوية البليغة، إنما بيحتوي مضمون جيد عن الأوضاع السياسية اللي بتجد فيها الانتخابات. وبرضه زي رغبة بعض الحضور كان نفسي الدكتور عمرو يكون موجود لتصحيح بعض المفاهيم اللي أشير ليها بالنسبة للقانون. هذا القانون ولأول مرة في تاريخ سن القوانين في مصر يعرض حوار المجتمع، كان غير مسبوقة وعرض على مدار أكثر من أسبوعين. ومركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام أقام ندوة خصيصا مع إحدى المنظمات الدولية لتدارس القانون، ودعي إليها العديد من الفقهاء الدستوريين والقانونيين والإداريين والمفكرين والسياسيين والحزبيين وشاركوا. وعلى حد معلوماتي أرجي إرسال القانون لمجلس الدولة لمدة 48 ساعة لحين ورود ملاحظات مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام على هذا القانون. ما أشير عن بعض السلبيات فيه برضه محتاج قدر من التصحيح. ما أشير على أن العقوبات متعارضة، وهنا أخف من الأولى. المادة 41 وهي أول مادة في الفصل السادس من قانون انتخابات الرئاسة بتقول ما لم يكن هناك عقوبات أشد يعاقب بالتالي. إذا وجد في قانون آخر عقوبة أشد عن هذه الجريمة تطبق العقوبة الأشد، وده مش معناه أن القانون خفف عقوبة واردة في القانون آخر. بالإضافة إلى القاعدة القانونية الأم، وهي أن القانون الخاص يقيد العام. قانون تنظيم وبشرة السياسية قانون عام، ودي بتجرنا الكلام عن موضوع قاعدة بيانات الناخبين اللي الدكتور عمرو انتقد عدم أو خلو قانون انتخابات الرئاسة منها. قاعدة بيانات الناخبين بتخدم على الانتخابات البرلمانية لما كان في غرفتين شعب وشورى، وبتخدم على الاستفتاءات على انتخابات الرئاسة. فمن غير المقبول ان كل قانون خاص بالرئاسة بالشعب بالشورى بالاستفتاءات يضمن ذات القواعد الخاصة بقاعدة بيانات الناخبين. فقاعدة بيانات الناخبين كل جوانبها منظمة في القانون الأم اللي هو قانون 73 سنة 56 الخاص بتنظيم وبشرة السياسية، وبتطبق على كل جوانب الانتخابات النوعية اللي بتتم. اللي أضيف في هذا القانون إنه أضاف للجنة الدولية للانتخابات أحد اختصاصاتها في المادة 6 وهو الإشراف على قاعدة بيانات الناخبين. واللجنة أصدرت بالفعل القرار 3 سنة 2014 بالإشراف على القاعدة، وضم أحد أعضاء أمانتها العامة بلجنة تحديث البيانات المشكلة اللجنة العليا للانتخابات. مسألة تحول الشروط إلى قيود يعني أي وجهات نظر متباينة فيها. أنا بس هتناول شرط وحيد فقط اللي هو موضوع رد الاعتبار. هنقول نموذج واحد بس والحضراتكم الحكم في هذا الأمر. تاجر مخدرات عوقب في جناية مخدرات وحكم عليه ب 15 سنة 25 سنة مربع وقضى العقوبة. عقب الخروج من السجن وقضاء العقوبة في تجارة المخدرات اللي ثبتت عليها قيمة واستنفذ كل وسائل الطعن، من حق أن يرد اعتباره. ورد اعتبار ده إعفاء من عقوبة تكميلية للعقوبة الأصلية. فرد الاعتبار بيتم بحكم قضائي خلال 6 سنوات من القضاء، أو عقب مرور 12 سنة تلقائيا يرد إليه اعتبار. هل يعقل أن يكون تاجر مخدرات ودين بكل درجات التقاضي وحكم عليه وقضى فترة العقوبة داخل السجن، مش مسجون سياسي بفكر بهذا الغرض، ويخرج ونقول ان رد الاعتبار بيعتبر قيد على الشعب وعلى عقوبة أبدية بحاجة لصيقة بمنصب معين في ظروف معينة؟ ده مثل توضيحي في هذا المجال.